بسم الله الرحمن الرحيم. السادات والسادة، أهلا بكم. طبعا النهاردة معانا البطل المقاتل عم ألفي شحاتة. عم ألفي شحاتة من مواليد البطل المقاتل الوحش. عم شحاتة مواليد 1938، عمره 84 سنة، عاصر عدة حروب. حرب اليمن في 65، بعد كده حرب 67 إلى أن يعني في النهاية انتصرت القوات المسلحة المصرية على العدو الإسرائيلي. أيوه. احنا كلنا طبعا اغلب الاحداث دي احنا مش الاحداث كلها دي احنا كشباب ما حضرناهاش. فانا النهارده رحت لعم ألفي مخصوص في البيت في محافظة سوهاج علشان خاطر اعرف منه تفاصيل. عم ألفي، خلينا نرحب بيك الاول. اهلا وسهلا بيك يا استاذ. خلينا كده ابدا معاك من سنة 65. ايوه. حرب ايه؟ حرب اليمن. حرب اليمن. ادينا فكرة بسيطة عن حرب اليمن، بعد كده ننتقل من حرب اليمن لحرب 67. ماشي، هديك تفصيلة صغيرة. بس الأول يا عم ألفي أنا عايزك تعرف نفسك، وعايزك تقول أنت كنت في سلاح إيه في الجيش، وتكلمني بعد كده عن الحرب. ماشي. اتفضل يا عم ألفي. كنت في سلاح المشاة مقاتل. الجندي ألفي شحاتة ناشد الوحش. الوحش ده اسم في الشهادة ولا لقب؟ في الشهادة كنت واخد المقاتل الوحش. وجبتها معي ووديتها للمسؤولين عشان أمي كانت تعبانة شوية، وخدوها وريحوها وجابوها وكله. ايه اللي حصل في 65 حرب اليمن؟ 65 كنت ماسك على حتة اسمها الامداد والتومين جنب العرضي. جاء ضابط يمني عاوز يسافر مجهود طيران. هم قالوا له تعال الساعة 10، جاء الساعة 9 وحد ضابط ونقيب هنا قال ما تدخلوش حد أبدا. عرضتهم طبعا، مسك لي الطبنجة عاد يضربني بيها. كان عايز يضربك بيها؟ الضابط عاوز يضربني بيها. قلت له ارجع. ليه يا عم ألفي؟ عشان قلت له الساعة 10، قال ما فيش 10، احنا الساعة 9 لازم نخش. قلت له ممنوع، احنا عندنا أوامر. أنت عرضته؟ عرضت. أيوه، عرضت الضابط. عرضته لحد ما طلع الطبنجة، كل واحد معاه خنجر حاطه كده. من الثلاثة هم الضابط واثنين معاه. أنا ماسك البندقية بالعرض كده. احنا تدريبنا يعني في السلاح اللي يعني لما يكونش عاوز تدغدغ وش واحد تضربوش كده، تمسك البندقية كده تلفت نظرك عليه وتروح راقه هنا يلقى في الأرض. بظهر البندقية. أيوه، الدبشة المطبطب دي. أيوه. تلويه قوم يقبض بالسيف، تلوي البندقية من ايدك وتمسك المقبض بتاعها من هنا تحنش فيها وعضلاتك تحنش معاك، وتروح اغرق ما يحسش نفسه ولا ما يكون في الارض. ممكن يرقد على طول. ممكن تغزه بالسمك. ممكن. ممكن ترفع جراب السمك تحطه في الجيب بتاعه، ممكن تغزه بالسمك. طب ايه اللي حصل بعد كده يا عم ألفي؟ اللي حصل بعد كده لما عرضته وضربته لويت دراعه وخدت طبنجة رميتها الواد جنبية من أسيوط. قلت له خلي دي معاك ما هتداك لحد غير يعني.
الضابط جه وواحد نقيب، اللي حصل الأمر حصل وحصل 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 وحصل. جات عربية أسعاف خدت اللي ضربه ده، خرشم وشه، اتبهدل الجنب ده كله اه. خرشم ووقع. وجوه واحد اسمه أمير اللواء. انت فاكر اسماء يا عم أمير ألفي؟ اللواء يمني. احنا بنتكلم في سنة 65. أيوة. يعني انت يعني الله اكبر على عم ألفي طبعا. يعني في ناس ممكن تكون مرت باحداث امبارح بس ما تفتكرش. جابوا واحد معاهم اسمه أمير اللواء، وقفوني أنا وأمير اللواء والنقيب، واحد ضابط مع النقيب ملازم أول. اللي حصل قلت له الأوامر اللي أعطيتها لنا عرضناها عليه، ما عجبوش السؤال. وطلع الطبنجة إن هنبدأ الساعة 10 وطلع الطبنجة وخد الأجزاء لورا وعايز أضربك بيها. خلاص فاضلش اللي تكت الزناد. قلت لا مش كده مش كده، الكلام أخذ وعطى. رحت لافف في إيدها البندقية. خدعته يا عم ألفي. لطشت وقع. شلت الجراب من السنك، ضربته في جيب الجايش وهتفرجح عليه، انفذ السنك في ظهره في بطنه لحد الارض اللي نايم عليه. طب ندخل في تفاصيل الحرب يا عم ألفي. نعم. ندخل في تفاصيل الحرب اليمنية يعني. اليمنية اليمنية. ومرة تانية كنت ماسك خدمة. احنا لما نيجي نمسك خدمة في حتة لازم نفحر نقرا برمجية وسع كده بس ما تبخورش جابوا فيه وعلى كد دقنك كده. تلبس الخوذة على كد دقنك. لقيت طلقة طلعت من شوية تين شوك من المشبك في بعض. عارف التين اللي زي البلاط كده. أيوة مشبك في بعضه كده. طلعت المبنى دي مبنى حجر على الزاوية. حجر مبنى على الزاوية ولا الحيطان الحلوة كده. الطلقة ضربت من التين الشوكي اتلطعت في الحيطة، اتلسعت زي حتة البطاطا، اتلسعت في الحيطة وقعدت شابكة وطلعناها. كنت انت في نفس الموقع في نفس المكان؟ صورني. يعني كان ممكن انت تصيبك يا عم ألفي. كان قلع رقبتي. احنا في البرميلية اللي عاملينها دي تدريبتنا التدريبي واحنا عارفين، ونزلنا من دول تدريب نزلنا لو ماسك البندقية كده وتنزل تكسر دراعتك من تبلها جنب ده والجنب ده وتخبطك كأنها تموتك. ما انت هتنزل بعفوك تمسكها بالطول كده. رحت ايه بيد واحدة كشتها بالتاني، رحت رامي نفسي فيها. نزلت بجواها حطيت البندقية على دراعه ومسكت ضربت دبشكيني. خدت تين انا معلي خزنتين فيه، خزنة تحت خزنة، وغير اللي معاني جربندية مليانة. خدت تين الشوك دي رازق لحد ما وصلت الجنب دي بشوية. قلبك تقيل يا عم ألفي. يعني انت دخلت في وسط يعني ده يعتبر يعني منطقة مليانة، يعتبر ممكن مسلحة وانت برضو بتغامر. شفنا البلاوي. طب يعني بالله عليكم عم ألفي، الرجل البطل ده، الرجل المقاتل، الرجل الوطني، ما يستاهلش منيكم ان انتوا تدعموه وتعملوا له لايك؟
كنت انا لما انزل اجازي علق لي الضابط الأسام بتاع الجبهة الثانية، عارفه؟ اه الأحمر بتاع الجبهة الثانية بتاع الإسماعيلية، امم عشان احنا ما اتهزمناش، السويس اتهزم، اه احنا لا. دخلنا على الولع. شفت الموت بعينك يا عم ألفي. دخلنا على الولع. انا عايز اقول معلش يا عم ألفي، انا هقاطعك معلش. ايوه ما انا عايز تتفضل. اقول لحضراتكم ان عم ألفي البطل جسمه هو ورهونا طبعا، بس احنا مش هنقدر نعرض ده قدام الكاميرا طبعا عشان الاطفال، وعشان خاطر في ناس ما بتستحملش المنظر. طبعا في طبعا يعني ايه جروحات كتيرة جدا 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 في كل حتة في جسمه، رجلي في فيها بطنه وفي لا رجله. اثنين، رجلي دي الشمال فيها اثنين، اه بطني هنا في واحد. يا طب عم ألفي، أنا يعني إحنا عايزين نقول للأولاد والشباب اللي هو شباب النت، شباب الترندات، أنت شويري، هو ده التاريخ، هو ده الترند. أنا بعيد في كل لقاء إن لازم إحنا نسلط الضوء على شخصيات مقاتلة، شخصيات وطنية، شخصيات بتحب بلدها زي عم ألفي. عم ألفي، أنا حابب أسمع منك، أنت حضرت مين من السادة رؤساء الجمهورية؟ بتاعت اليمن السلال والملك بدر. لا بتكلم عن مصر. حضرت أول حاجة، حضرت الملك فاروق. الملك فاروق، ايوه حضرته. حضرت الملك فاروق. حضرت الرئيس محمد نجيب. ايوه حضرت الرئيس عبد الناصر. أيوة والسادات. حضرته. والسادات حضرته. عبد الناصر حضرته، كلهم حضرته. طبعا يعني كل الرؤساء ده كل واحد ليه مواقفه طبعا وليه تاريخ، بس بياخد تبع شغل الاولاني. مش مسيب في حاجه. اوامر للضباط، والضباط تدينا اوامر واشتغلوا بيها. طب عم ألفي، خلينا أبدأ، يعني خلينا أنتهي معاك من سرد الأحداث. أكتوبر 73، قوات المسلحة المصرية، القوات المسلحة المصرية انتصرت الأول بالجوارب قبل الكباري ما تتنصب. أيوة، أنا عايزك تقول لي الجملة دي تاني يا عم ألفي. قبل الكباري ما تتنصب، وخدوا الأرض اللي هي معمولة ساتر اللي عاملة إسرائيل، اللي خط بارليف ده الأعظم. أنت دمرت خط بارليف معاهم يا عم ألفي؟ طبعا، بس دمرت المدفعية. أنا واخد بالي، لا أنت كنت من ضمن المشاركين. أيوة مشاركين. أيوة. احكي لي عن اللحظة دي بالتحديد يا عم ألفي. وخدوا لك بالخراطيم، جيب الخرطوم يطلع مية، مش هتصدقني لو يطلع المية دي، تطلع المية من بوز الخرطوم تشرك شرك زي ما كنت طيارة طايرة في الجو، تدخل في الساتر تروح منزلها على طول، تنزل هر 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 وتعمل طريق. وحالا عملوا لك خراطيم تانية بعوامات على القناة. طب هدم الساتر ده الترابي اللي هو ارتفاعه ما يبلغ تقريبا من 22 متر عالي، اخد قد ايه لغايه ما جبتوه في الارض؟ الخراطيم نعسته. اخد قد ايه وقت؟ ما كملش حاجة. تعرف اللي عملوا ايه واحنا من البر التاني للبر دي كان يعني كلها 150 متر او 100 متر. عارف، جبت عاملين عوامات، عاملين حتة قد كده تطلع لها حوالي متر.
بعوامات ومدين الخراطيم وتمشي عليها عسكري واثنين وثلاثة يرقص يعمل كده ما يخافش، مم. ويمسك الشنيور الرفيع اللي معاه بتاع المية دي، يشرك في الأرض زي ما يكون سكينة وما تذبح بحتة لحمة. كله ده يمشي عليه ويربع على فوق. كل واحد معاه كوريك صغير اسمه كوريك ميداني هنا، تفحلك حتة مجرى وتلبد فيها وتشتغل. رغم اصاباتك يا عم ألفي، ورغم ان انت اتعرضت للموت مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة، تعرضت كتير، برضو في دمك الوطنية ان انت عايز تقاتل وعايز تنتصر وعايز تغامر وتنتصر على العدو. ان المستبشي القصاصين عشان امسك سلاحي واقعد مع زمايلي. يعني رغم الإصابة اللي في عم ألفي اللي هو مستمر بيقاتل، عشان كده بقول والله عليه بقى، والله العظيم عم ألفي ده البطل الحقيقي. شوف العسكري عاوز يطلع، قلت أنا رجلي ما فيهاش شيء عاوز يطلع في عز ما هو مضروب، وهو برضه مصر على إنه ما كانتش فيها كسر ولا أي حاجة الحمد لله. خدت اللحم وطارت وجلفت الجزمة والجدر. ما شوف قد ايه وسع. ولدي لا سلامات، ألف سلامة عم ألفي. الحمد لله وربنا. عم ألفي، تقول إيه لمصر في النهاية كده؟ احنا هنختم معاك، تقول إيه لمصر؟ ربنا ينصرها على جميع الدول. وتقول إيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى الجهود اللي هو عاملها؟ ده أنا أقطع من عمري وأديله. حبيبي يا عم ألفي، والله مصر تستحق فعلا. شوف أقطع من عمري وأديله. مصر تستحق. إنه هو ما عملش أي حاجة غلط سيسي أبدا. بيعمر، رجع مصر على رجليه. رجع مصر على رجليه. أيوه مصر محروسة يا عم ألفي، محروسة، حرصها الأنبياء. وربنا بيسخر أيوه الرئيس اللي يقدر يجيب حق مصر. يا ربنا يحرسه إن شاء الله وبارك فيه. عم ألفي، أنا عايزك يعني بصراحة ربنا بكاك ده خلانا كلنا تأثرنا. لما افتكر الحاجة والله العظيم خلانا يعني احنا قلوبنا رفرفت، لأن الأحداث دي فعلا احنا ما شفناهاش. جيل ال85 وال84 وال80 احنا ما شفناش الكلام ده. عم ألفي، أنا عايزك توجه رسالة للشباب اللي في سننا. الشباب ربنا يقويهم، قول لهم اقفوا من حديد، اشتغلوا ويعملوا كل حاجة لوطنهم. وطن حلو قوي. أنا بشكرك يا عم ألفي، الله يبارك فيك. طولت عليك. وانا لا خليك انت زادني الشرف والله. تسلم. والله عارف يا عم ألفي، انت لو مش من سوهاج وكنت في القاهرة في بلد تاني خالص كنا هنروحولك برضه. الله يبارك فيك عشان خاطر انت تستحق تسليط الضوء. مبارك لكم. انا بقولها مش ثقة ولا غرور، انا دايما بحب اسلط الضوء على موضوعات
او على اشخاص الضوء بعيد عنهم خالص. انا يعني انا بوجه رسالة لزمايلي الاعلاميين والصحفيين واصحاب الصفحات، اهتموا بالنماذج اللي زي عم ألف شحاتة. دي نماذج بترجعنا للأحداث السابقة اللي احنا ما نعرفوش عنها حاجة، بنشوفوها مكتوبة، تدرس مكتوبة. لكن لما تدرس حاجة مكتوبة وتطبق ده بحاجة فعلية واقعية قدامك، ايوه يبقى هو ده الترند. صح. أنا شايف مظبوط. جميع المواقع بتتكلم عن الترندات الهابطة للأسف، وده اللي ده بيدل على إن المحتويات فارغة. عم ألفي، نعم. أنا بشكرك الله يبارك فيك وإحنا ويديك صحتك. تسلم، وربنا يزيدك ويديك الصحة لا أبلا يكتر وطولة العمر يا عم، فيه. يا عم ألفي. احنا بنشكركم على حسن المتابعة والاستماع. طبعا الحوار مش ممل خالص مع عم ألفي والله. فأنا بشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته.